بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم علي بن سعيد المطري، معلم رياضيات مدرسة المتنبي للتعليم الأساسي بمحافظة الشمال الشرقية بولاية إبرة. حاصل على درجة البكالوريوس تخصص رياضيات حاسوب، درجة الماجستير في التربية تخصص إدارة تعليمية، والآن طالب دكتوراه في علم الاجتماع التربوي. معلم باحث في مجال دمج التقنية بالتعليم، الإدارة التعليمية، المناهج وطرق التدريس وعلم الاجتماع. لدي مشاركات محلية وإقليمية ودولية في العديد من المؤتمرات، وأيضا مدرب برنامج انتل للتعليم، ومشرف على تنفيذ أكثر من 200 حقيبة تعليمية لانتل. حائز على المركز الثاني في جائزة الشيخ فيصل بن قاسم للبحث التربوي في فئة المعلمين. مطبق العديد من المشاريع التقنية، من ضمنها منصات التعلم عن بعد مثل المنصة التعليمية فريش جريد والمنصة التعليمية أكادوكس. لدي عدد من البحوث المنشورة، مهتم بالتطوير المهني والبحث عن ما هو جديد في كثير من المشاريع التقنية المتعلقة بمادة الرياضيات. معد لدليل تدريس وحدة الإحصاء بالصف العاشر باستخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS. كذلك معد لدليل تدريس وحدة الدوال بالصف الحادي عشر بالتعاون مع أحد الأساتذة باستخدام تعلم النشط وفق برنامج دبلوم كامبريدج للمعلمين. لدي قناة تعليمية في اليوتيوب تحوي على شروحات في مادة الرياضيات التطبيقية، وهي أيضا من إنتاجي، من أفضل 50 معلم على مستوى العالم، ومرشح لجائزة جلوبال تيتشر برايز 2017، وحاصل على الحزام الأسود في كاراتيه رياضة كيوكوشينكاي. بدأت قصة هذا الإنجاز من خلال استقبالي لبريد إلكتروني من قبل جائزة جلوبال تيتشر برايز قبل عامين، وكنت حريصا على متابعة مستجدات الجائزة. بعد ذلك قررت هذا العام الاشتراك في الجائزة من خلال الدخول إلى موقع الجائزة والتسجيل في بعد، وكذلك أيضا التعرف على المعايير المكونة للجائزة. من أبرز المحطات في مسيرتي التدريسية شكل دخول لجامعة نزوة وحصول على درجة الماجستير نقلة نوعية لي، خصوصا في مجال البحث العلمي، حيث شاركت في ملتقيات المعلمين بمحافظة الشمال الشرقية 8 و9، وحصلت مرتين متتاليتين على المركز الأول والمركز الأول مكرر. بعد ذلك بدأت مرحلة البحث عن المؤتمرات المحلية، حيث قدمت أول ورقة علمية في المؤتمر الدولي السابع للعلوم والرياضيات بجامعة سلطان قابوس، وتتالي مشاركاتي الإقليمية بتقديم ورقة علمية ومشاريع تقنية في منتدى التعليم العالمي بدبي جس منذ 2009 وإلى الآن، وبإذن الله تعالى ستكون يعني ورقة إن شاء الله في منتصف مارس 2017 تتحدث عن المنصة التعليمية فريش جريد ودورها في تعليم الرياضيات. في عام 2014 شكل اختياري في برنامج تربوي الزائر بالمملكة المتحدة نقلة نوعية من حيث البحث عن التجارب المستخدمة في رفع التحصيل الدراسي، وخلصت زيارتي إلى تبني مشروع منظم رفع التحصيل الدراسي، والذي طبق لعامين متتاليين بمدرسة المتنبي وحقق نتائج مذهلة، والمشروع يحتاج إلى الدعم لضمان الاستمرار. وكذلك انضمامي للجمعية العمانية لتقنيات التعليم إضافة حقيقية من حيث تبني العديد من المشاريع التقنية، من ضمنها مشروع التواصل الإلكتروني والتعلم التفاعلي، وهذا مشروع هو حاصل على المركز الأول في جائزة مبادرات تقنية التعليم لوزارة التربية والتعليم. وكذلك أيضا هناك مشاريع أخرى، وكانت المفاجأة الكبرى في 2016 شهر مايو بالاتصال بفوزي بأول جائزة خليجية في فئة البحث العلمي. طلابنا لله الحمد والمنة نشعر بالفخر والاعتزاز بأن أرى طلابي قد أصبحوا أساتذة ومهندسين وأناس فاعلين في المجتمع. نصيحتي لإخواني لأبناء الطلاب: عليكم بالجد والمثابرة فالحصاد قد اقترب. أما نصيحتي لإخواني المعلمين والمعلمات: استمروا في العطاء فعطاؤكم لا ينضب. على المعلم أن يكون متعطشا للبحث عن ما هو جديد ومبادرا، ويسعى دائما إلى التطوير ذاته وحريص على نموه المهني المستمر. إذا كان لابد من كلمة أخيرة فإنني في البداية أهدي هذا الإنجاز للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم ولأسرته، وهي الداعم الحقيقي لي